السلام عليكم. وصفتنا تاعنا اليوم هي طاجين اللحم بالرودي. نبداو على بركه الله. اول حاجه عندنا ملعقه تاع السمن نحطها في لاكوكوط نتاعنا، 2 ملاعق تاع الزيت، عندنا قطع تاع اللحم نحطهم، نحطهم كامل هنايا، نحط معاهم حبه بصله تكون كبيره مع 2 سنات تاع الثوم، عندنا قلنا ملعقه تاع اكل تاع السمن، 2 مغارف كبار تاع الزيت، حبه بصله كبيره تكون مسكرفجه، نديروا لهم شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع الملح، على راس مغرفه تاع الكركم. هذو المكونات كامل نحطهم فوق النار يتقلاو. هنا بعد ما تقلانا اللحم هنا مليح، هذاك البصل كامل ذبل والتوابل دخلوا في اللحم هذه، نجيب الماء الساخن ونمرق هنا الماء الساخن، نغطي اللحم نتاعنا ونحطها طيب. هنا الوقت اللي يطيب فيه البلان تاعنا، نجيب هنايا عندنا هنايا بولي اشي مرحي، وعندنا هنا اللحم مطحون. هنا واش ندير المكونات، ندير له هنايا، هنا ندير البصل، هنا ثاني كندير البصل، هنا ندير شويه تاع الثوم 2 سنات، هنا ثاني كندير 2 سنات تاع الثوم، ندير شويه تاع المعدنوس، شويه تاع المعدنوس. هنايا البولي اشي ندير له شويه لا شابلور يقارب 2 مغارف تاع ماكله، واللحم المطحون تاعنا ما نديرولوش لا شابلور. هنا ندير شويه فلفل اسود، فلفل اسود، شويه تاع الملح، شويه تاع الكركم، كذلك شويه تاع الكركم. نحط هنايا شويه تاع البيض، هنا شويه تاع البيض. هذه المكونات كيف نخلطهم كامل حتى يتجانسوا كامل، تولي عندنا طبقه تاع اللحم المطحون مرحي، وعندنا طبقه تاع البولي اشي. هنا نسيت ما قلتش مقبيله، شويه تاع الزيت ندير هنا شويه ملعقه هكذاك، ملعقه تاع اكل. هنا كذلك ندير ملعقه تاع اكل تاع الزيت. نتبع كامل المكونات نخلطهم بهذه الطريقه. انا نجيب الاشواط، نحط هذاك البولي اشي مع التوابل المعدنوس كامل، نحطه نرحيه خطره واحده في الاشواط باش كامل يتحاول ويجينا كامل كيف مرحي، يجي رطب. اللحم ثاني نجوزوه في الاشواط باش يجينا رطب. نجيب كيفين فوق الطابله بالطريقه، نحط اللحم المفروم تاعي، نزيد طبقه تاع البولي اشي، نجيب هنا الفرماج نتاعنا، هنا الفرماج كل وحده واش حبت دير النوع تاع الفرماج، وشنو يكون شايد روحو، ما تجيبوش هذاك تاع التختيناج هذاك حتى يذوب لداخل. هنا نبدا ندوي،
نلوي كامل البودة تاعنا بهذه الطريقه، نلوي هكذا، نزيد نغلق عليه هكذا، نزير عليه مليح هذاك البودان، نزير عليه هكذا. نزيد ورق الالومنيوم، الجهه اللي تبرق هي اللي نديرها للداخل هكذايا، ندوي بهذه الطريقه. نجيب كسكاس، نجيب كسكاس نحطو داخل كسكاس في فور، نجيب كوردون نثقب هكذا بالطريقه هكذا هكذا، ونحطو في الكسكاس نتاعنا يفور. هنايا بعد ما اللحم تاعنا دخلو طياب، نضيف له الزيتون اللي بلا عظم، كنت غسلته مليح وغليته مع شويه تاع القارص وريق قارنت، صفيته ورميته مع اللحم. الان راح نكمل طيابه، ما بقاش بزاف ونطفي عليه. في البودان تاعي الى طاب، واش ندير الموس ندخلوه هكذا بهذه الطريقه، نشوف بلي البودان راهو حاكم روحو ناشف، هنا نعرف بلي البودان تاعي تاع الفيوند اشي هذاك والبولي اشي راهو طاب، هنا نطفي عليه. بعد ما نحيناه من الكسكاس نخلوه بيبرد شويه، نحي بهذه الطريقه، نحل هذاك البابي الومنيوم، بابي فين، نحي الومنيوم، نحي البابي فين. هنايا نجيبو مقله نوجدوها، نديرو فيها شويه تاع الزبده، مرسو صغير، شويه تاع الزيت، هذاك البودان تاعنا نرفدو نحطوه فوق هذيك المقله، فوق داك الزيت، ونحمروا كامل الجوانب تاع البودان تاعنا كامل يجي بيان دوغي، ومن بعد نروحوا لصحن التقديم. هنا بعد ما حمرنا الرولين تاعنا قطعناه دي ترونش بهذه الطريقه، ونحطو كامل في مع اللحم تاعنا في الصحن هذاك، ويكون هذا هو الشكل تاعو النهائي. وان شاء الله تعجبكم الوصفه، تجربوها وتاكلوه بالصحه والراحه. سلام.